Well, if seeing is believing, I believe we've been seen. ايه الاخبار يا جماعة؟ معكم عمر، وهنتكلم في الفيديو ده عن الموسم الثالث والاخير من تيد لاسو. سواء شفت السيزون او لسه ما شفتوش، فاكيد خدت بالك من الجدل اللي حصل اثناء عرضه، خصوصا لو ليك صحاب بيشوفوه او لو جه قدامك اي بوستات عن المسلسل. وشكوت الناس ان المسلسل تحول لدعم بعض الافكار والاجندة السياسية، وان مسلسل تيد لاسو بقى ناقصه شخصية تيد لاسو نفسها. فانا جاي النهاردة عشان نحاول نشوف هل ده فعلا حصل، وهل الموسم ده يعتبر فشل وبوظ الحاجة اللي كانت مميزة المسلسل، وهو انه بكل بساطة مسلسل بيتكلم عن واحد امريكي بيدرب في البريمير ليج. فخلينا من غير كلام كتير ندخل في الموضوع على طول. I love you guys so very much. On 3, 1, 2, 3. I love you guys very much. تمام، في البداية خلينا نتكلم من التريلر ومن نهاية السيزون الثاني عن الحاجة اللي المفروض السيزون الثالث ده معمول عشان يتكلم عنها أو عشان يعالجها، وهي أكيد صراع نيسن بعد ما انفصل عن تيد لاسو، وروبرت الإكس بتاع ريبيكا اشترى ويست هام وخلى نيسن يكون هو المدرب بتاعهم، وأكيد برضو علاقة تيد بطليقته وبابنه المضطربة بسبب بعده عنهم وتأثير ده على نفسيته وعلى البانيك أتاكس اللي كانت بتجيله. أكيد كل ده كلام جميل ويخليك متحمس وداخل على أساس كل ده تتفرج على السيزون. فهل المسلسل قدر يجاوب على الأسئلة دي أو حتى استثمر حلقات السيزون ده للإجابة عليها؟ فالإجابة للأسف لأ، وجدا يعني. وده يخلينا نتكلم في البداية على سلبيات السيزون ده. المسلسل حاول في أول كام حلقة أو حلقتين إنه يعالج في المواضيع دي كويس، وده كان كل اهتمامه، ولكن مرة واحدة راح قاطع وموجه كل اهتمامه لمواضيع فرعية مش مهمة، ومش هي دي اللي الواحد بيتفرج على المسلسل عشانها أصلا. وأكيد القضايا دي زي ما تقدر تتوقع دلوقتي من أي عمل إنه يتكلم عنها، وهي عبارة أكيد عن مجرد حشر أجندات، زي مثلا إن بنتين بيحبوا بعض أو إن واحد من الفرقة يطلع مثلي. ومش بس كده، المسلسل في مرحلة من المراحل في نص السيزون سابه من الكرة خالص وتحول لمسلسل علاقات، ومين حب مين ومين ساب مين ومين بيدور على حد يحبه. فالموضوع كان غريب جدا بصراحة يعني. هو العلاقات عموما أكيد مش غريبة عن المسلسل، لأنه كان فيه علاقات في المواسم اللي فاتت، بس ما كانتش هي الأساس. يعني كان الأساس إن المسلسل محتواه مبني على الماتشات والفريق، وفي حاجات جانبية كانت لذيذة بس ده مش معناه إنك تشقلب لي المسلسل كله وتخليه كله كده. أنا آسف، خلاص مش عايز يا أخي علاقات تانية. أنت كرهتني فيهم لدرجة إن أنا عند الحلقة السادسة وأنا بتابع المسلسل وقفت متابعة، لأني كنت فصلت عن جو المسلسل تماما وما قدرتش أتفاعل أو أهتم باللي بيحصل. فالموضوع كان واصل معايا للدرجات يا جماعة. ليه مسلسل يتوجه لحاجات زي كده مع إن لسه فيه حاجات أساسية هو ما خلصهاش؟ إحنا كنا كل موضوع نخش نقعد فيه شوية وبعدين نروح سايبينه في النص وننقل لحاجة تانية، وده أكيد خلاني أفصل من المسلسل برضو، وده اللي حصل فعلا. وللأسف ما كانتش دي المشكلة الوحيدة في السيزون. المسلسل تحول في وسط الحلقات المتخبطة اللي كان بيعملها لمسلسل توعوي بشكل سطحي جدا بطريقة مستفزة، يعني حرفيا بيحشروا الرسالة في بقك. كان ناقص بس يخلي الممثلين يقولوا المقصد اللي عايزين يوصلوه بطريقة مباشرة بكلامهم، وده حصل بالمناسبة على فكرة، ويعتبر من أرخص الطرق وأفقرها في توصيل أي فكرة. مش معقول يا جماعة كمية الرخص والسطحية في معالجة القضايا. أنا في لحظة ما بدأت أتساءل، هو المسلسل ده السن بتاعه كام؟ يعني هل المسلسل ده موجه للأطفال مثلا ولا هو للكبار فعلا؟ فللدرجة دي أنا وصلت للمرحلة دي. يعني معالجتهم حرفيا عاملة زي فيديوهات التوعية اللي ب2 جنيه دي، زي أنا عايز أتكلم عن السوبر ليج، أنا عايز أتكلم عن خصوصية المشاهير، أنا عايز أتكلم عن تنمر الجماهير. فمش معقول يعني إنه يتحول للمستوى المبتذل ده. ودي كانت حاجة مضايقاني جدا وأنا بتفرج، وقدرت بكل جدارة إنها تفصلني من المسلسل تماما. على الجانب الآخر، هل المسلسل مفهوش إيجابيات؟ يعني خلاص كده الدنيا سودة لهذه الدرجة؟ لا، كان فيه، وخصوصا في نهاية المسلسل. وده يخلينا نتكلم دلوقتي عن الإيجابيات، وهي بصراحة مش كتير قوي يعني. بس عجبني مثلا لما بدأنا نرجع لأصلنا ونتكلم عن الكورة، ويبقى الأساس هو الماتشات والفريق، وبقى كل حلقة فيه ماتش أو عدة ماتشات وبيتم معالجتهم. وكمان محاولة بعد اللخبطة اللي حصلت في نص السيزون إنهم على قد ما يقدروا يقفلوا الأرك الشخصيات
وعلى الأقل يخلوك طالع من المسلسل راضي نوعا ما عن مسار كل شخصية، خصوصا شخصية تيد لاسو نفسها اللي تم استثمار جزء كبير من النهاية في معالجتها وقفلها على الحاجة اللي فعلا هتخليه يتخلص من كل التعب النفسي اللي كان عنده، وبرضه معالجة فريق ريتشموند نفسه إنه هيمشي إزاي بعد كده، لأن دي هتكون آخر مرة نشوفهم فيها. وده كان أفضل جزء بصراحة وتأثرت بيه جدا، اتعمل بشكل حلو وعرفوا نوعا ما يلموا ورقهم في الآخر ويخلوني مع نهاية المسلسل أكون مبسوط وزعلان في نفس الوقت إن هي دي النهاية، ورجعوا لي إحساس الفرحة من مشاهدة المسلسل في الآخر. فكده أقدر أقول إني راضي ولو بنسبة بسيطة عن أرك شخصية تيد والفريق بالمجمل. وده هيخليني أسأل، طب ليه زنقتوا نفسكم وضيعتوا وقت كبير جدا في نص السيزون وقعدتوا تعبوا في هوا حرفيا، طالما كان ممكن تستغلوا كل الحلقات دي في نهاية أفضل أو أكثر تفصيلا؟ يعني أنا راضي نظرا للوقت اللي تم تضييعه، لكن هل ده كان الحل الأمثل؟ أكيد لأ طبعا. في النهاية وبعد التفكير في أسباب التخبط ده، بقى واضح قدامي إن صناع المسلسل لما جم يكتبوا السيزون ده اكتشفوا إن هم وعدوا بحاجات هم ما كانوش قدها، أو ما كانوش على دراية بإنهم إزاي هيجاوبوا على الأسئلة اللي طرحوها في نهاية السيزون التاني، وعشان كده توجهوا لمواضيع فرعية، وعشان كده برضو خلوا الموسم ده يكون هو الموسم الأخير. وده اعتراف إنهم فعلا ما بقاش عندهم حاجة يقدموها، مع إني لما أجي أفكر حاسس إن كان ممكن يطلع مواسم أكتر بحاجات أكتر تكون كوميدية أو لذيذة، بس ده اللي هم قدروا يوصلوا له. ومع ذلك يحترموا إنهم لما لقوا إن الموضوع وسع منهم قضوا السيزون ده وحاولوا يقفلوه بأقل الأضرار، وبعد كده أنهوه أحسن ما كان يتم تجديده بلا وعي، وننتقل لمسلسل أجندات وعلاقات في المواسم الجاية ومحاولة إحياء لواحد ميت بالفعل. فالسيزون بالوحش والحلو اللي فيه المسلسل يعتبر خلص خلاص، وعلى الأقل كويس إنهم لحقوا يلموا أوراقهم في الآخر، ودي أكيد أكبر إيجابية حتى بعد التخبط الكبير على مستوى السيزون ككل. وده يخلينا ننتقل للتقييم النهائي، وتقييم المسلسل تيد لاسو ككل بعد انتهائه هو 6.5/10، بموسم أول رهيب وموسم تاني عادي نوعا ما، وموسم تالت متخبط جدا كان سبب في تقليل تقييم المسلسل كله بصراحة. وبس كده، ده كان كل الكلام اللي عندي بالنسبة للموسم الثالث من تيد لاسو، وحاولت على قد ما اقدر اني محرقش اي حاجة لو لسه في حد ما اتفرجش. فاكيد نصيحتي انك تكمله وتتفرج عشان تقدر وقتها تحكم انت بنفسك، واكيد بعد ما تشوفه او لو شفته بالفعل تقولي رأيك في الكومنتس، هل متفق معايا ولا لا، واحب قوي اننا نتناقش مع بعض واشوف رأيكم كلكم. في النهاية اكيد بعتذر عن فترة الانقطاع، ولكن راجعين الفترة الجاية باستمرار، فياريت تقولولي لو عندكم أي فكرة خاصة بعالم الأفلام والمسلسلات عايزين نعمل عنها فيديو، وأنا مش هتأخر. وأكيد ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تتابع معايا كل جديد جاي. وبس كده، كان معاكم عمر، كان معاكم الفيديو، والسلام عليكم.